ازيكم ويا رب تكونوا كلكم بخير. بقالنا كتير ما عملناش فيديو، يمكن حوالي 6 شهور، فترة كبيرة شوية، ولكني ما بقيتش اعرف انظم ما بين اليوتيوب والشغل. ولكن الفترة الجاية هحاول على قد ما اقدر ان انزل حلقة كل فترة صغيرة. وعشان قلت ما ادخلش بايدي فاضية، عملنا حاجة بسيطة كده في الديكور وغيرنا الشكل بتاعه، يا رب يكون الشكل احسن من الاول. هاوس اوف ذا دراجون مسلسل الكل عمل له مراجعات حلقة بحلقة كمان، ولكن انا هنا هحاول على قد ما اقدر اعمل حلقة مختلفة، والحلقة هتكون مختلفة عن اي فيديو عملته في القناة، لان هنا احنا بنختار اهم 5 مشاهد موجودين في الجزء الاول من هاوس اوف ذا دراجون. ولكن علشان اختار 5 مشاهد بس، ده تطلب مني ان انا اشوف اهم المشاهد في الموسم كله، وده ما كانش قليل الحقيقة. واخترت منهم اهم المشاهد او اهم الاهم، لان لو كنت اخترت باقي المشاهد كانت هتبقى الموسم كله. ولكن قبل اي حاجه، لو انت اول مره تشوفني خد جوله في القناه، هتلاقيني عامل مراجعات لافلام ومسلسلات عربي واجنبي. في البدايه خليني اقول لكم ايه اللي هنمشي عليه خلال الحلقه دي. مبدئيا كده انا جمعت المشاهد زي ما قلت لكم، ولكن انا مجمعها حلقه بحلقه، يعني كل حلقه مختار فيها اهم المشاهد، والمشاهد اللي انا بتكلم عليها هتظهر قدامكم على الشاشه وانا بتكلم عنها. بدايه كده خلينا نبدا من الحلقه الاولى. الحلقه الاولى اول مشهد فيها وهو المشهد ده. المشهد ده بيتكلم عن ديمن، وده من اوائل المشاهد ليه في الحلقة الاولى، يمكن تاني مشهد تقريبا ظهر فيه. المشهد ده لما دخل المدينة بالحرس بتوعه اللي مسؤولين عن حراسة المدينة، وبدأ ان هو يعمل حملة تطهير لكل القتلة والسفاحين والحرامية اللي موجودين في المدينة. المشهد ده ما كانش سهل، المشهد ده كان دموي بشكل اوفر قوي، ويمكن ده كان مقصود ان احنا نشوف الدموية والوحشية دي من اول حلقة، ان احنا نعرف الخلفية بتاعت ديمن والطريقة اللي بيفكر بيها، وفي نفس الوقت نبقى عارفين الامور في هاوس اوف ذا دراجون ممكن توصل لغاية فين، والوحشية فيها ممكن توصل لغاية فين، زي ما كان موجود في مسلسل جيم اوف ثرونز. خلينا كده نتكلم على المشهد ده. المشهد ده يعني انا بشوفه من مشهد مهم، هو أسس في البداية لشخصية ديمن، ولكن هل يستحق ان المشهد ده يكون معايا من ال5 مشاهد اللي احنا بنتكلم فيهم؟ ما اعتقدش. المشهد التاني، والمشهد التاني كان صعب الحقيقة. المشهد التاني في الحلقة الأولى عبارة عن عملية ولادة مرات فيسيرس اللي هي تقريبا كان اسمها إيما، والعملية دي كانت عملية ولادة صعبة جدا، صعبة لدرجة إن فيسيرس قرر إن هو يضحي بالأم علشان يجيب الوريث بتاعه، الوريث اللي هيورث من بعده الحكم، لأن هو خلفته كانت بنت رينيرا. طيب خلينا نتكلم كده عن المشهد ده بشكل أكبر شوية. احنا هنا بنشوف شخصية فيسيرس على انها شخصية قاسية جدا، ولكن الموضوع مش كده. الموضوع ان هو عايز وريث ليه ولد يشيل اسم العيلة من بعده بأي تمن كان، حتى لو التمن ده ان هو هيتسبب في موت مراته، والنتيجة في المشهد ده ان هو خسر الاتنين. طيب المشهد ده من اقصى المشاهد اللي ممكن تشوفها في المسلسل كله. المشهد ده فيه كمية دموية ووحشية، حتى وهو مش عايز يقول لها حتى ايه اللي هيتم. هو قرر مع الحكيم ايه اللي هيعمله بالظبط، ومش عايز يقول لها، مش قادر يقول لها الحقيقة بمعنى أصح. طيب هنا المشهد لجرأته وقسوته اعتقد ان هو لا، المشهد ده معانا في اهم 5 مشاهد، ده اساسي. وبكده يكون اول مشهد معانا. احنا ممكن نجمع اكتر من مشهد وفي اخر الحلقة نحاول نصفيهم على 5، ولكن المشهد ده بالتأكيد وضروري يكون من اهم مشاهد الموسم الاول. خلينا نشوف المشهد اللي بعده. المشهد اللي بعده بنتكلم برضو في الحلقة الاولى، هو مشهد مواجهة فيسيرس لديمن بعد ما كان بيسكر في حانة وقال على ابنه بتريقة ان هو الوريث ليوم واحد. وفي المشهد ده هو قرر ان هو يبعد ديمن عنه، وفي المشهد ده بالذات هو قرر ان ديمن لا يمكن يبقى الوريث الشرعي ليه، وقرر جواه ان رينيرا هي الانسب للحكم. المشهد ده لأول مرة بنشوف صراع ما بين فيسيرس، وبنشوف صراع بينه وبين ديمن، صراع شرس. ديمن حذر وبيعرف يختار امتى وقت الهجوم وامتى وقت السكوت، وفي نفس الوقت ما يخسرش هيبته، امتى يسكت من غير ما يخسر هيبته.
وبيعرف الحدود بتاعته كويس في اوقات معينة. طيب لو اتكلمنا عن المشهد ده، يعني انا بتكلم ان هو مشهد مهم الحقيقة. يعني مشهد بيوريك قد ايه دايمون ممكن يكون شايل من فيسيرس، شايل منه قوي. يعني بقاله 10 سنين او اكتر وممسكوش حتى اللي هو يبقى الرجل التاني في المملكة. ودي طبعا صعبة على دايمون. وفي نفس الوقت فيسيرس بيتكلم ان هو لا، انا عندي راجل صادق معايا اللي هو اوتو هاي تاور، ده الرجل التاني، وانت ما ينفعش اصلا تكون حد تبعي، او بمعنى اصح حد ليه علاقة بالحكم. بينما دايما شايف ان فيسيرس هو ضعيف ومحتاجه علشان يقدر يسنده في الحكم. المشهد ده يعني ما اعتقدش هيكون معانا في الخمس مشاهد، ولكنه اكيد مشهد مهم. كل المشاهد اللي انا هذكرها في الحلقة دي هي مشاهد مهمة جدا جدا كمان. طيب خلينا نتكلم عن المشهد الرابع. هو المشهد ما بين فيسيرس ورينيرا. المشهد ده هو بيقرر فيه ان هي هتبقى الخليفة بتاعته. يعني هو بيبلغها ان هي هتبقى الخليفة بتاعته، وبيقول لها على حلم ايجون. مش متذكر بالظبط المشهد ده ولا مشهد التاني بتاع الخنجر، ولكن هو في المشهد ده الأكيد إن هو بيبلغها إن هي هتبقى الوريثة بتاعته للعرش. و يعني هو مشهد مهم. وبعديه كل طبعا اللوردات بينحنوا ليها كوريثة للعرش في ظل حكم فيسيرس. هتبقى الوريثة من بعده. ولكن مش هنضم المشهد ده لأهم المشاهد أو للخمس مشاهد بمعنى أصح. لو جينا هنا بعد كده هنخش في الحلقة التانية بقى. الحلقة التانية هنا في الدراجون ستون. السور ده احنا شفناه مرتين على فكرة. السور ده شفناه في الحلقة التانية، وهو من أهم مشاهد الحلقة التانية. يعني تقريبا هو أهم مشهد أصلا في الحلقة التانية. بنتكلم إن دايمون بيحاول يفرض سيطرته، وفي نفس الوقت خطف بيض التنين. فده ما كانش مرحب بيه قوي من ناحية باقي العيلة المالكة. ما كانش مرحب بيه من اوتو هاي تاور اللي كان بيحاول يزرع الفتنة في دماغ فيسيرس. وبتظهر رينيرا على التنين وبتنهي الموضوع ده بدون اي دم. المشهد ده برضو مش معانا في الخمس مشاهد. هو مشهد مهم ولكنه مش معانا. هو مشهد كله ترقب. المشهد كان فيه حالة ترقب عالية قوي. ايه اللي ممكن يحصل؟ دايمون ممكن فعلا يعمل حاجة مع رينيرا ولا لأ. كان ترقب برضو عالي من ناحية اوتو هاي تاور. الموضوع كان مشهد جيد جدا كمان. خلينا نتكلم بقى عن المشهد ده في الحلقة التالتة دايمون ظهر فيها من غير ما يتكلم كلمة واحدة. من غير كلمة واحدة هو قدم حلقة أسطورية. هو بيقول في الحلقة دي أنا مش بتاع أقوال، أنا ما بتكلمش كتير، أنا بخش وبخلص. يعني الستيب ستونز كان فيها معركة، وكانوا هم على وشك ان هم يخسروا بسبب ان الاعداء بتوعهم في ستيب ستونز استخبوا جوه الجحور بتاعتهم، فعايزين حاجة تخرجهم. وما كانش فيه حاجة تقدر تخرجهم او تستفزهم قد ان دايمون يبقى هناك لوحده. الشجاعة طبعا من اشجع المواقف اللي عملها دايمون. ولكن خلينا برضو نكون منطقيين ان الموضوع قلب فيلم هندي في الاخر. يعني كل الاسهم اللي كانت بتترمي عليه دي ومفيش سهم جه فيه غير يا دوبك في الاخر كام سهم جم كده وما اثروش فيه قوي. يعني اللي هو هكمل وبعد كده الجيش بتاع فالاريون جه. عيلة فالاريون جت تخلص الموضوع. ولكن لا، يعني المشهد ده من اهم المشاهد. اعتقد ان انا هحط المشهد ده تاني مشهد مهم
في ال5 مشاهد. يعني اعتقد ان المشهد ده مهم كفاية ان هو يبقى موجود في اهم 5 مشاهد. خليني بس يعني اعدل كده المشاهد او علشان ما ننساهاش. خلينا نجمع المشاهد المهمة. طيب احنا اتكلمنا ان اول مشهد هو مشهد الولادة، تاني مشهد مشهد المعركة، دول المشاهد المهمة. والتالت مشهد ده يعتبر هو اهم مشهد. الصورة دي اصلا الكادر ده متاخد بطريقة حلوة جدا، والكادر ده على فكرة متاخد تقريبا مرتين. يعني هو مرة ساعة العدو الاكبر بتاعهم بتاع ستيب ستونز متاخد كادر، وفي نفس المكان متاخد كادر بعد ما ديمن قضى عليه. طيب خلينا نتكلم بعد كده. كده خلصنا الحلقة الثالثة. بالنسبة للحلقة الرابعة هنا بنتكلم بقى على الخنجر وسر الخنجر اللي كان موجود مع فيسيرس. يعني دي حاجة كده انت بتشوف الحلم بتاع ايجون. هو بيحكي لها الحلم بتاع ايجون، او بيحكي لها ان الاغنية بتاعت اغنية الجليد والنار دي الكيميائيين نقشوها على الخنجر، خنجر فاليري طبعا. والخنجر ده مكتوب عليه ان هيجي منه هيجي من العيلة الامير الموعود، اللي هو هيقضي على الخطر اللي موجود في الشمال. وده طبعا اللي احنا شفناه في جيم اوف ثرونز. وهنا بيتكلموا عن ايجون تارجيريان اللي هو جون سنو بمعنى اصح. المشهد ده مهم، ولكن هو مشهد اعتقد ان هو محطوط علشان يبقى فيه حتة الحنين للماضي وربط وربط المسلسل الاول بمسلسل التاني. ولكننا عارفين النهاية يعني وايه اللي هيحصل حتى الان، لان بعد اتقال ان في مسلسل اسمه سنو هيكمل مسيرة جون سنو ورا الجدار. مش عارف ايه اللي ممكن يتم فيه، ولكن متحمس له اكيد بشكل كبير. المشهد ده ما اعتقدش ان هو هيكون معانا في القائمة. خلينا في المشهد ده. المشهد ده بعد ما اوتو هايتاور زرع الفتنة والشك في قلب فيسيرس عن بنته، فهو بيشوف بقى فيسيرس ان لا، انت بدأت تديني حاجات او كلام مش في صالحي قوي، انت عايز مصلحتك الشخصية بشكل اكبر. وهنا هو بيسحب منه العلامة بتاعت الرجل التاني في الدولة. طيب عايز اقول حاجة. يعني هو شوف بس ملامح اوتو هايتاور في المشهد ده. هو رجل خسر كل شيء في لحظة واحدة، وفي نفس الوقت يعني مفيش حاجة بإيده ان هو يعملها. هو عمال بس بيفكر ايه اللي ممكن يعمله. هو مفيش حاجة في ايده ممكن يعملها. وهنا في سيرس اتكلم مع اوتو هايتاور في حاجة مشهد قديم، او مش مشهد، علاقات قديمة حصلت. ان هو كان ابو فيسيرس هو اللي المفروض يبقى السكند هاند لجيهيرس تارجيريان، ولكن بعد ما تم اعلانه السكند هاند ب5 ايام وهو في اوج صحته وحيوية وشجاعة مات بمرض في بطنه. فهو يعني بيرمي اللوم على اوتو هايتاور، لان كان اوتو هايتاور هو اللي بعده في المنزلة ان هو يقدر ياخد مكانه. وساعتها بقى هو الرجل الثاني للملك جيهيرس، وبعد كده للملك فيسيرس. يعني هو حتى بيقول له انت اللي ارشدتني ازاي ابقى ملك. هو مشهد مهم ولكن مش معانا في الليستة. خلينا نتكلم بقى على الحلقة الخامسة. الحلقة الخامسة هي فيها مشاهد كتير مهمة. أول مشهد فيهم هو طبعا وهو أوتو هايتاور بيغادر المدينة، وأليسنت بتعيط إن ما بقالهاش حد في القصر. ولكن أوتو هايتاور هنا بيشرح لها حاجة مهمة جدا، إن خلي بالك يا أليسنت، انت وجود ولادك ووجودك هو مصدر تهديد لرينيرا. ففي يوم من الايام هتضطري يا اما تموتيها يا اما تموتك هي واولادك. ده مفهوش جدال، ده الموضوع دخل في الجد بقى خلاص.
المشهد ده مهم ولكنه مش معانا في الليستة. واحد من اهم المشاهد تاني في الحلقة الخامسة هو وجود مثلا نسيت اسمه، اكيد عارفينه. نسيت اسمه حاليا. هو الشخص اللي من عائلة لايونيل، الشخص اللي بيحاول يكسب أليسنت في ان هو بيقول لها، بيرمي لها كلام علشان تستنتج ان أليسنت، ان رينيرا بدأت تكذب عليها. رينيرا كذبت عن اقرب صاحبة ليها. رينيرا ما بقتش تعتبر أليسنت اقرب صاحبة ليها. ده يمكن مشهد هو بداية العلاقة ما بين أليسنت والشخص ده. يعني بعد كده الموضوع بيتطور، وهو طبعا عارفين اللي حصل، ان هو بيبقى هو اللي بيقولها على كل الاسرار اللي موجودة، وهو اللي بيجيب لها الخبايا اللي بتحصل من ورا ظهرها علشان تقدر تتصرف فيها في المملكة. مشهد مهم ولكنه مش معانا في الليستة. المشهد الثالث هو مشهد السير كريستن كول، وهو بيعترف لأليسنت باللي حاصل بينه وبين رينيرا، وساعتها هي بتتأكد ان رينيرا كدبت عليها. ساعتها هي بتتأكد ان الموضوع بقى مختلف دلوقتي. يا هي يا رينيرا، يا هي واولادها يا رينيرا. فالموضوع من النقطة دي الموضوع بدأ يختلف تماما بالنسبة لأليسنت. أليسنت ما بقتش شايفة رينيرا صاحبتها زي الأول. الموضوع بدأ يبقى فيه بعد، ومن الحلقة دي الحلقة الخامسة يعني نص الموسم. فلا الحلقة دي المشهد ده مهم جدا كمان. هي نقطة تحول في شخصية أليسنت. يعني أعتقد هي نقطة تحول الكاملة في شخصية أليسنت كمان. خلينا كده المشهد اللي بعده. المشهد اللي بعده بين لايونيل وفيسيرس. المشهد ده هو فيسيرس خلاص. فيسيرس هو يعتبر كان بيموت على 1000 مرحلة، مش مرحلة ولا 2. ففي مرحلة من المراحل دي هو بيتكلم مع لايونيل، اللي هو بيقول له ايه لو انا كنت دخلت حرب كنت هعمل ايه. وكتير من الناس دخلوا الحروب، والناس بتفتكر ان انا عشان ما دخلتش حروب ان انا ملك ضعيف. لايونيل هنا وهو المساعد التاني بعد بدل اوتو هايتاور، هنا بيكلمه بمنتهى الصراحة. بيقول له حتة ان انت ما دخلتش في حروب دي، الموضوع لا، الموضوع ده معناه ان انت خليت الممالك في سلام لطول فترة حكمك، وده مش قليل ومش اي حد يعمله. فلما كلمه في سيرس عن الحرب وقال له انا الله يعني مش عارف لو كنت دخلت حرب كنت هعمل ايه. فلاينل هنا بيكلمه بكل صراحة، بيقول له انت يعني كتير من الناس اللي دخل الحروب دي وتم اختبارهم في الحرب كانوا بيتمنوا ان هو ما يتمش اختبارهم اصلا، يعني ما يمروش بالمرحلة دي، علشان المرحلة دي ممكن تبقى حتة تغير في شخصيتهم للأسوأ. فعشان كده هو بمنتهى الحكمة بيقول له ان لا، فترة حكمك كانت مليانة بالسلام، انت ده كفاية عليك انك انت تكون ملك كويس. وهنا في سيرس بيقول له انت اي حد مكانك هيقول ان هيقول لي ده انت كنت هتبقى محارب عظيم، كنت ولكنك انت بتتكلم معايا بصدق. فدي لحظة من اللحظات اللي كنت حابب احطها هنا في الحلقة يعني. ولكنها طبعا اكيد مش هتوصل لاحسن مشهد او احسن 5 مشاهد في الحلقة. واحد من المشاهد كمان المميزة في الحلقة هي مشهد زواج رينيرا ولينور. المشهد ده بما فيه من يعني بنتكلم بما فيه من ارستقراطية كده، واللبس، المظهر الجميل الشيك، العادات والتقاليد بتاع المكان، واحترام الملك،
وكمان الدخول يعني الدخول بتاع عيلة فالاريون اصلا دخول رايق يعني جدا، يعني الدخول بشكل ازياء جميل جدا، من اروع اللقطات اللي موجودة في الحلقة، الدخول بس بتاع عيلة فالاريون. بنتكلم كمان ان يعني المشهد كان مشحون. احنا متعودين في جيم اوف ثرونز ان مشهد جواز ده معناه ان حاجة هتحصل، حاجة قاسية، هيبقى فيه قتل، هيبقى فيه دموية، هيبقى فيه خيانة. المشهد كان كله ترقب، برغم ان هو كان مشهد يعني ممتع، وفيه العيلتين وممكن اغاني وموسيقى وبتاع، ولكن لا، كان فيه ترقب مني بشكل عالي قوي في المشهد، ايه اللي ممكن يحصل اصلا. وفعلا كبداية حصل مشاحنات في المشهد وكده، علشان طبعا لينور والولد اللي معاه واليسنت وسير كريستون فحصل المشاحنات دي. وساعتها انا قلت خلاص، احنا المتوقع فعلا هيحصل، المتوقع احنا هنشوف حاجة بقى، اللي هو خلاص بقى هنشوف قتل او خيانة او حاجة زي كده. أليسنت كمان كانت لابسة اللبس الاخضر اللي في عيلتها بيعلن ان حلفائها يجهزوا وحاجات زي كده. وده اتقال يعني على لسان احد الشخصيات. ولكن حتى تأخير أليسنت والشخص اللي كان من عيلة لانستر اللي كان بيتكلم على تأخير أليسنت قصف جبهة، بيقول لهم لو طبعا عشان كده الرجالة هي اللي بتقوم بالحروب مش ستات، يعني علشان بياخدوا وقت عشان يجهزوا وكده. لا ده يعني مشهد رائع، يعني اعتقد ان هو من المشاهد المهمة. لا مشهد وانتهاء المشهد انتهاء بطريقة مأساوية برضو. المشهد ما انتهاش بطريقة الفرح ما انتهاش بطريقة كويسة، هو انتهى بطريقة مأساوية. ولكن في النهاية هو تم الزواج يعني. وفي نفس الوقت مرحلة جديدة من مراحل في سيرس، في مراحل مرض في سيرس اللي احنا قلنا خلاص ووقع وهيموت وبتاع، ولكن لا، ما بتمشيش كده يعني لسه في سيرس، لسه بدري عليه شوية، ما مش هيجي على طول كده ويموت. خليني انا دلوقتي ضفت المشهد ده لأهم المشاهد اللي موجودة معانا. طيب، عايزين نتكلم بقى في المشاهد اللي بعده. يعني احنا اتكلمنا لغاية المشهد ده. طيب، هنيجي بقى في الحقبة اللي بعديها. الحقبة اللي بعديها احنا بنشوف ان رينيرا وشخصية أليسنت اتبدلوا بشخصيات اكبر وممثلين تانيين، وشخصية لينور كذلك. المشهد ده هو اول مشهد، هو مشهد ولادة برضو. انا مش عارف ايه موضوع مشاهد الولادة مع جورج ار مارتن، ولكن الجزء ده فيه 4 مشاهد ولادة. الجزء ده و4 مشاهد ولادة قاسيين، يعني مفيش مشهد ولادة سهل او لا، 4 مشاهد ولادة قاسيين. ولكن يعني يمكن مش هتكلم عليهم كلهم، انا اتكلمت خلاص على اول مشهد اللي هو كان اقصى مشهد اللي في الحلقة الاولى. ولكن هنا المشهد هو مش مجرد مشهد ولادة وكده، لا، احنا بنكمل ان بمجرد ما ولدت رينيرا، أليسنت بتطلب تشوف المولود فورا. هي عايزة تعرف المولود ده تبع لينور ولا مش تبع لينور يعني. فبرغم كده رينيرا بتخاف على المولود، فبتضطر ان هي بعد ما ولدت المولود مباشرة هي بتروح للملكة بالمولود. وبيحصل المشهد ما بينهم، والملك بيتكلم ان هو ايه ده شبهك وبتاع. وطبعا هو بينكر الحقيقة، يعني هو عارف ان هو مش ابن لينور وكده، وهو بينكر الحقيقة. حتى ألسنت لقحت على لينور، حاولوا كمان مرة يمكن يطلع شبهك بعد كده يعني. لما قالت لينور الجملة دي. مشهد قاسي. المشهد بيوريك قد ايه بقى ما بين رينيرا وأليسنت الحياة اتغيرت، ما بقتش زي الاول، بقى في عداء، وبقى في مشاحنات. والموضوع اللي هو رينيرا بقت خايفة حتى على اولادها من أليسنت، يعني لدرجة ان هي بعد ما ولدت عايزة تروح على طول للملكة مع الطفل، مش عايزة تسيبه لوحده يعني. فده مشهد بيوريك العلاقة ما بينهم بقت عاملة ازاي.
المشهد التاني في الحلقة السادسة، هنا ايموند ما كانش يلاقي تنين. يعني هو معروف ان كل شخص من عيلة التارجيريان لما بيكبر او عيلة فالاريون لما بيكبر بيبقى ليه تنين كده، بيقدر ان هو دماغهم بتبقى شبه بعض مثلا، او بيقدر ان هو يسيطر عليه، ساعتها بيبقى هو ده التنين بتاعه وده اللي بيرافقه بعد كده يعني. ولكن ايموند الوحيد في الاطفال الصغيرين اللي ما كانش لاقي. كان في لوسيرس وجيسيرس وايموند وايجون، هما الاربعه كانوا يعتبر اطفال برضو بيهزروا ويضحكوا مع بعض، ولكن ايموند ما كانش لاقي ليه تنين. وهنا احنا بنتكلم ان بدأوا بيتريقوا على ايموند، حتى مع يعني ايجون معاهم بيتريق عليهم. وده كان حاجه في شخصيه، يعني مشهد مؤثر طبعا في شخصيه ايموند، وده اللي خلاه هيتحول بعد كده في مشهد احنا هنشوفه. ولكن بكل حال من الاحوال المشهد ده مش معانا، يعني المشهد ده والمشهد اللي قبله بتاع المولود بتاع رينيرا، المشهدين دول مش معانا. بنيجي هنا كمان في مشهد مهم في الجزء في الحلقة الثالثة، في الحلقة السادسة اعتذر. ده مشهد مهم، مشهد لايونيل وابنه اللي هما من عيلة سترونج، الاتنين بيتحرقوا بسبب اخوهم، هو اللي سلط ناس علشان يحرقوهم يعني. هو أليسنت ما كانتش بتتمنى كده، ولكن هو نفذ ده علشان طمعان في الملكة، وفي حاجة يبقى قريب من الملكة بشكل ما بعد كده يعني. ولكن في حاجة، يعني هو المعروف عن هارن هول ان هي يعني فيها لعنة. هما كانوا في هارن هول، والمعروف عنها ان هي فيها لعنة. هو استغل الحتة دي علشان يقدر يعمل موضوع الحريقة اللي قتلتهم هما الاتنين. ولكن احنا ما شفناش اخوه هو بيموت يعني، ولا ابوه، يعني احنا عرفنا. واعتقد لو ابوه مات يبقى هو ما ماتش يعني. غالبا احنا ممكن نشوف سترونج تاني. اخر لقاء بينه وبين بين اولاده اللي هم اولاد رينيرا، قال لها لما اشوف جوفري ساعتها مش هبقى غريب عنه. واعتقد جملة زي دي ممكن تبقى مختلفة شوية يعني. احنا شفنا نيد ستارك لما قال له بعد اول ما اشوفك احكي لك عن والدتك وبتاع، وبعد كده نيد ستارك مات اساسا في جيم اوف ثرونز. فهنا اعتقد الجملة دي ليها مغزى قوي في المسلسل يعني. المشهد ده طبعا مش معانا، ولكن خلينا ننتقل للمشهد اللي بعده في الحلقة السابعة. الحلقة السابعة زي ما قلنا ان ايموند متأثر قوي بموضوع التريقة بتاعت الاولاد عليه. وهنا هو حاول ان هو برغم ان هو ما كانش لاقي تنين، ولكن هو عنده شجاعة كافية تخليه ان هو يروح فيجار اللي هو اكبر تنين موجود تقريبا يعني في الفترة دي، غير تقريبا بلاريون الرعب الاسود، ولكن هو ده اكبر تنين احنا شفناه لغاية دلوقتي فيجار. راح وحاول ان هو يسيطر عليه، وقعد يقول له كلمات باللغة الفاليرية كده علشان يسيطر عليه ويخضع ليه، وده حصل. ومشهد الطيران بتاع فيجار، وطبعا الموسيقى بتاعت المشهد ده اللي فكرتنا بجيم اوف ثرونز ومشاهد مهمة في جيم اوف ثرونز كمان. المشهد ده اعتقد ان هو هيبقى موجود معانا في المشاهد المفضله بكل تاكيد يعني. في الخمس مشاهد المفضله مشهد الطيران بتاع فيجار وايموند السيطره عليه، ده مشهد مهم وهيبقى موجود معانا. طيب احنا بنتكلم بعد كده، احنا وصلنا دلوقتي طبعا للحلقه السابعة. في مشهد مهم بعد المشهد ده، بعد مشهد التنين. هو نزل طبعا اولاد صاحبة فيجار اللي مش فاكر اسمها الحقيقة، اللي هي بنت فيلاريون، كورليس فيلاريون، اللي احفاده بقى البنات بيقولوا انت خدت فيجار وبتاع، وبيبدا مشاجره اطفال، هي مشاجره اطفال صرف يعني.
ولكن نتيجة المشاجرة دي ان لوسيرس بيخسر ايموند عين من عيون الاتنين يعني. وفي الوقت ده والمشاجرة دي بعد كده بيبقى في مشهد ملحمي، يعني المشهد اللي بعد المشاجرة دي ملحمي بكل الصفات. احنا بنتكلم ان في سيرس عايز يعرف هو سمع الكلام ده منين، يعني بيقول لإيموند انت سمعت ان اولاد رينيرا مش اولاد شرعيين منين؟ فهو بيبص لأليسنت، وبعد كده هو ذكي يعني راح باصص الناحية التانية لاخوه، ولانه هو ما بيحبش ايجون قوي فقال له ايجون هو السبب، هو اللي قال لي الكلام ده عن ابناء رانيرا. ولكن يعني هو ايجون بيقول له بكل بساطه انت بص حواليك، الناس كلها عارفه الموضوع ده، انت اللي مش عايز تشوف ده. الناس كلها عارفه ان اولاد رانيرا مش اولاد شرعيين، انت اللي مش عايز تشوف ده. وفعلا بيقرر ان هو ما يشوفش ده، حتى وهو بعد ما بص لكل الناس مش هيشوف ده، وبيقول يلا ده لعب عيال وبتاع وخلاص. فأليسنت هنا بتثور ازاي يعني انت ازاي هو قال كلمة حق وابني يحصل له كده؟ لازم اخد عين من عيال ولاد رينيرا يعني. فالموضوع بيتطور قوي، بيتطور بشكل كبير. ولكن هنا بيوقفنا ايموند بيقول لها خلاص يا امي ما تزعليش، كانت مقايضة عادلة، يعني انا خسرت عين ولكن كسبت تنين. وحتى اوتو هايتاور بيقول لأليسنت بعد كده ايموند عنده حق، في الحرب الجاية بيننا وبين رينيرا هيخلينا نكسب الحرب، وعامل مهم جدا. المشهد ده حلو، ولكنه يعني ما اعتقدش ان انا هحطه معانا في اهم 5 مشاهد. بعد كده بيجي المشهد ده، مشهد تزييف قتل لينور والسفر بتاعه. مش عارف ايه اللي هيجي بعد كده، يعني هل هيظهر في المواسم اللي بعد كده؟ واعتقد هيظهر. عندنا رينيس و كوارلس فالاريون طبعا مقهورين على ابنهم، ولكن هو سافر هو وولد اللي معاه يعني. طبعا مش هيبقى موجود في اهم 5 مشاهد. ولكن في مشهد عظيم، المشهد ده هو من اهم المشاهد الموجودة في الموسم كله. طبعا كان في دريفت مارك بيطالب بأحقيتها حد من ولاد رينيرا، وفيموند اخو كوارلس فالاريون، طبعا عشان حاسين ان كوارلس فالاريون اتصاب وممكن يرجع ميت يعني. وبعد ما اوتو هايتاور كان مسيطر فعلا على المطالبه دي، ظهر في سيرس في دخول اقل ما يقال عنه انه عظيم، مع ساوند تراك عظيم. وده طبعا بعد ما رينيرا في الليله اللي قبليها قالت له دافع عني ودافع عن اولادي، ما دام انت حطيتني في الحكم فانت دافع عني ودافع عن اولادي. فجأة ظهر وهو يعني ما عندوش قوة خالص، مش قادر حتى يمشي، بيمشي بالعافية. وقال لأوتو هايتاور انا اللي هقعد النهاردة على العرش، وبيمشي. يعني هو المشهد فيه موسيقى ملحمية في المشهد ده، يعني موسيقى ملحمية بكل الاشكال. المشهد ده في الحلقة الثامنة على فكرة، يعني اللي عايز يشوفه تاني، لان انا برضو عدته تاني، فاللي عايز يشوف المشهد ده هو موجود في الحلقة الثامنة. عندنا كمان التاج لما بيقع منه فجأة دايما هو اللي بيديله التاج، ودايما بيساعده ان هو يوصل للعرش. وبعد ما كان في مشاحنات ما بينهم في اول حلقة، لو تفتكروا في المشهد اللي انا اتكلمت عليه، بعد ما كان في مشاحنات ما بينهم، لا ده هو دلوقتي اللي بيلبسه التاج، وهو اللي واقف جنبه، واخوه اللي واقف جنبه وفي ظهره ومعاه. وحكم بحكم يعني معين، قال طبعا رينيس هي اكتر واحدة تعرف تتكلم عن كوارلس فالاريون. وطبعا رينيس وقفت في صف رينيرا وولادها يعني. والمشهد ده طبعا فيموند في المشهد ده خلاص هو بيقول انت ازاي انت من حقك تحكم في عيلتك، ولكن ما تجيش تحكم في عيلتي بقى، انت تعالى بقى. يعني انا من حقي ان انا اشوف مستقبل عيلتي، وخصوصا ان دول اولاد غير شرعيين.
فبمجرد كلامه ده وشتمته لرانيرا، هو المشهد الرد بالفعل كان صادم. دايما خلص الموضوع على طول، هو يعني ما عندوش تفاهم. وقت ما بيحس ان هو يقدر ياخد حريته ويقدر يعمل مشهد كويس بيعمل المشهد ده. يعني خليني اتكلم ان ده طبيعي من اهم المشاهد في الخمس مشاهد، اكيد 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 يعني. بيجي بعديه المشهد الاعظم. يعني ان كنت هختار اهم مشهد في المسلسل كله هو المشهد ده. ويعني اعتقد كان في ناس من منتجين او مخرجين صناع، يعني صناع المسلسل، كانوا بيقولوا ان في مشهد في الحلقة الثامنة هنتكلم عليه كأحسن مشهد او من احسن المشاهد في هاوس اوف ذا دراجون كله. واعتقد هو المشهد ده اللي كانوا بيتكلموا عليه، وقالوا المشهد في الحلقة الثامنة اعتقد هو المشهد ده. في سيرس بيحاول يجمع تاني شمل العيلة اللي اتبعتر، وبيقول لهم لو ما كنتوش يعني اتحدوا، ولو حتى عشان الراجل الكبير اللي قدامكم، انا هنا دلوقتي موجود كزوج وكأب وكجد كمان، احترموا ده. وهنا بتشتغل بقى، بيقول شغلوا الموسيقى، وبيشغلوا الموسيقى بالرغم من الاحتداد اللي كان موجود ما بين الطرفين في البداية. بمجرد ما الموسيقى اشتغلت، الرقص، حد من اولاد رينيرا بياخد بنت أليسنت وبيرقصوا سوا، وبعد كده الموسيقى نفسها وبيبقى فيه ضحك وهزار في الجانب بتاع رينيرا وديمن، والجانب بتاع أليسنت. والأول مرة بنشوف اوتو هايتاور يعني بيضحك كمان ومبتسم وبيهزر، ويعني الموضوع. وبقوا يبصوا في سيرس بيبص لهم، وهما بيبصوا في سيرس. وخلينا اتكلم ان المشهد ده يعني هو مشهد ظهر فيه السعادة الخالصة، وللافراد في الجهتين بدأت تتصالح. عندنا أليسنت قبل ما الموسيقى تشتغل وتتكلم عن رينيرا كصديقة، ورينيرا نفس الكلام بتتكلم عن أليسنت كزوجة مخلصة لفيسيرس. وطبعا الكلام ده ما كانش عاجب ولا ديمن ولا اوتو هايتاور، هم متحفزين قوي. ولكن كل اللي حصل ده ولحظة السعادة الصافية دي من احسن المشاهد اللي شفتها في المسلسل على الاطلاق. لحظة سعادة ما استمرتش تقريبا دقيقة على الشاشة، ولكن فجأة الملك خلاص في سيرس خلاص تعب. فمن هنا بيقوم، وبعد كده بيحصل صدامات طبعا بعديها بين ايموند اللي بيحاول يستفز اولاد رينيرا بكلمة سترونج. هم على اساس ان هم اولاد حد من عيلة سترونج، فبيقول لهم ان هم نبلاء وكويسين وسترونج اقوياء. فهو الكلمة ذات مغزيين، يعني من هم بيلقح عليهم وفي نفس الوقت بيقول اقوياء، يعني فبيلقح عليهم. ف مشهد من اعظم ما يمكن. المشهد ده اول مشهد، المشهد ده بالنسبة لي احسن مشهد في الخمس مشاهد. هضيف المشهد ده وهضيف المشهد اللي قبله بتاع دريفت مارك، المطالبة بتاع دريفت مارك. دول اهم المشاهد، لا لازم يبقوا مهمين. احنا كده مختارين 6 لغاية دلوقتي. يعني في مشاهد اتشال اكيد، ولكن خلينا نكمل نشوف ايه المشاهد اللي ناقصة. يعني في مشاهد لسه ناقصة، ومشاهد مش صغيرة، عدد لا بأس به. يمكن هنختم الحلقة بمشهد موت في سيرس. يعني مشهد موت في سيرس وده كان تغيير تاني في شخصية ألسن. هو هنا في سيرس بيتكلم وهو تحت تأثير العقار المخدر اللي ألسن تديتهوله. هو هنا فاكرها أصلا رينيرا، مش بيتكلم معاها كألسن، فاكرها رينيرا. بيتكلم بيقول لها فاكرة ايجون الغازي والحلم وبتاع ومش عارف ايه واغنية الجليد والنار. ولكن هي فهمت حاجة تانية خالص. هو بيتكلم عن ايجون، هي فهمت ايجون ابنها. يعني ما اتكلمتش عن ايجون الغازي، لا هي افتكرت ايجون ابنها، وان هو عايز ايجون ابنها هو اللي يبقى الخليفة، وهو ده اللي هيحقق النصر على الخطر اللي جاي من الشمال والكلام ده. وهي يعني اعتقد هي كانت في حاجة ان هي تقتنع بحاجة زي كده. يعني ده ايحاء برضو، يعني اللي هو
ايحاء ان هو ايه ده ديمن، فلا ده اكيد قصده عليا وكده، قصده على ايجون ابني. طيب خلينا، انا مش عايز اطول برضو كتير. خلينا دخلنا في الحلقة التاسعة. المشهد اللي فات، طيب المشهد اللي فات لا ما اعتقدش هيكون معانا، ولكن هو مشهد مهم طبعا، وهو اللي بدأ القلبان اللي حصل بقى ما بين رينيرا واليسنت. الحلقة التاسعة فيها مشهد طبعا بعد الموت، هو مشهد المجلس خلاص بيتكلم، وبقى فيه مشاحنات، وحد عايز رينيرا تاخد حقها، ولكن ده ما كانش مسموح بيه، وكان في خطط سرية. اكتشفنا ان كان في خطط سرية من ورا اليسنت الملكة بيعملوها عشان يقعدوا ايجون على العرش. طبعا دي كلها مخططات اوتو هايتاور. وطبعا المشاحنات اللي حصلت، والشخص اللي مات، والشخص بتاع الحرس الملك اللي اعتزل لغاية ما يبقى فيه ملك. كل ده مشهد عظيم، يعني مشهد فيه مشاحنات، ومش عارف ممكن يخلص على ايه، يعني فيه مشاحنات كتير وترقب. ولكن يعني اعتقد ان المشهد ده برضو مش هضيفه معايا من ضمن المشاهد الخمسة المهمين. وبعد كده بيجي معانا المشهد ده هو بيعرفنا بالشخصية دي والدواخل بتاعته، وايه اللي بيعمله علشان او ايه المقابل اللي بياخده علشان يوصل المعلومات دي لأليسنت. ازاي ان هو بدأ ان هو مقابل المعلومات اللي بيجيبها للملكة هو بياخد رشوة، ولكن رشوة من نوع تاني خالص، وتحت علم الملكة، والملكة عارفة بده، وهي راضية ان هي تديله الرشوة دي. ولكن هي برضو، هو في منظوره ان هو اخضع الملكة ليه، وهي في منظورها انها بتعمل اللازم علشان مستقبل اولادها، وان هي تأمن لهم مستقبلهم وكده. ولكن هنا انت بتشوف أليسنت هي شخصية متلاعب بيها من كل الاطراف. يعني في مشهد اتقال لها كده من رينيس: انت مش عايزة تبقي حرة، انت بس بتفتحي شباك في السجن بتاعك. هي سايبة نفسها ان هي اوتو هايتاور يتحكم فيها، وسايبة نفسها للشخص ده يتحكم فيها. وبس. يعني المشهد ده برضو من المشاهد المهمة. خلينا نخش في المشهد اللي بعده. احنا بنتكلم في مشهد تنصيب ايجون. بما فيه بقى من العوام اللي كانوا بياخدوهم لمكان التنصيب بشكل اقرب للخراف. يعني بيجروهم كده لمكان علشان يشهدوا التنصيب ويحيوا الملك وكده. ومشهد ايجون نفسه كان يعني كان يعني ما كانش عايز اصلا حاجة زي كده تتم، ولكن هو تحت ضغط والدته واوتو هايتاور هو بيضطر لكده، وان هو يكون الملك القادم. هو مش عايز اي مسؤولية من الكلام ده، هو عايز يبقى عايش حياته يعني بعشوائية اللي هو كان عايش بيها. ولكن في الاخر بمجرد ما الناس بتنطق باسمه هو بيعيش الدور خلاص. هو ايه ده، الناس دي كلها معقولة وبينطقوا اسمي وبتاع. يبدأ ان هو يشيل سيفه وبيبدأ ان هو يتفاعل معاهم لغاية ما بتخش رينيس بتخش بالتنينة بتاعتها. طبعا أليسنت كانت قالت لها دق الجرس لو لما تلاقي حل يعني وتقولي انت مع مين. فاثناء التنصيب بنسمع دق جرس. هي رينيس راحت رنت الجرس ودخلت بقى بالتنين، ومشهد اروع ما يكون. واليسنت خايفه على ابنها ايجون، والملك اللي كان عمال رافع ايده بالسيف كده علشان الناس تحييه بقى خايف ورا امه. هي رينيس هنا ما كانتش عايزه تبدا الحرب، ولكن هي اعلنت موقفها ان هي مش معاهم. هي قالت ان يعني أليسنت قالت لها رن الجرس لو وصلت لقرار، وفعلا اثناء التتويج هي رنت الجرس، وشفنا ده موقفها انها مش معاهم. وحتى التنين صاح في وشهم، ولكنه ما خرجش نار، يعني ما قضاش عليهم، علشان ما تبقاش هي اول حاجة بدأت في حرب مش حربها. هي ممكن تبقى حليفة في حرب، ولكن هي مش عايزة تبدأ الحرب دي. طيب احنا بنتكلم هنا المشهد ده اكيد معانا، يعني مشهد زي كده لا اكيد معانا. بعد كده هنخش على ملك تتويج رينيرا. هو طبعا بعد ولادة صعبة طفلها نزل ميت. بعد كده
بدأت رينيرا اللي هي في يعني بيدفنوه يعني وكده، او ايا كان طريقتهم يعني. بدأ إيريك اللي هو ليه أخ توأم بنفس الاسم برضه أو اسم قريب منه، إن هو خد التاج بتاع فيسيريس وهربه وجابه لها فتوجوها الملكة. ولكن في حاجة برضه، يعني احنا بنتكلم ان التاج اللي كان مع ايجون في التتويج هو تاج ايجون الغازي، والسيف بتاعه هو سيف ايجون الغازي، عكس رينيرا اللي خد التاج اللي كان مع فيسيرس. هو مشهد كويس ولكن مش هيضاف اكيد للخمسة الاهم خمسة يعني. في المشهد ده ده اللي شفنا زيه في الحلقة التانية ان كنت فاكر صح، يعني الحلقة التانية نفس المشهد ونفس الجهتين، اوتو هايتاور وديمن والاتنين ضد بعض، ورينيرا بتنزل برضو من التنين ولكن بتعدي من بين الجنود بتوع اوتو هايتاور، وبدل ما بتقف طبعا في صف هايتاور هي المرة دي في صف ديمن. المشهد يعني ايه، يعتبر كربون بالظبط اللي حصل يعني. وطبعا بيعتبر شبه رافضة اللي قاله اوتو هايتاور، او قالت له يعني الرد هيوصل لك بكرة. بس مشهد مهم ولكن هو مش معانا برضو. خلينا نوصل لمشهد فيجار وايموند لما كان بيطارد لوسيرس والتنين بتاعه، وتنين لوسيرس خرج عن السيطرة وأطلق نار على فيجار اللي هو يعني أضعاف حجمه يعني. فهنا احنا بنتكلم يعني هو مشهد مهم، وهو اللي بدأ طبعا رقصة التنانين. وهنا خلي بالنا ان لوسيرس فقد السيطرة على التنين بتاعه، وايموند برضه فقد السيطرة. هو يعتبر اول ملحمة ليهم هما الاتنين مع التنانين بتاعتهم، فهما الاتنين مش عارفين يسيطروا سيطرة كاملة على التنانين بتاعتهم. فيجار سرح من نفسه، قرر الانتقام، كل التنين بتاع لوسيرس، ولوسيرس وقع. في كلام مش عارف الكلام ده من الرواية ولا ايه، بس يعني في كلام ان لوسيرس بعد كده هيعيش وهينزل في المحيط وهيعيش، ولكن هيعيش كصياد مغمور، مفيش حد عارفه خالص، وهو نفسه هينسى اللي حصل. يعني ايه اللي هيحصل في الجزء الثاني احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل، ولكن احنا توقعاتنا طبعا مع هاوس اوف ذا دراجون وجيم اوف ثرونز ان اي حاجه ممكنه، اي حاجه ممكن تحصل. اكيد المشهد ده انا هضيفه في المشاهد المهمه، وبكده ابقى انهيت كل المشاهد المهمه من وجهه نظري ل هاوس اوف ذا دراجون الجزء الاول. طيب لما نيجي نشوف كده، خلينا نشوف 8 مشاهد 8 مشاهد. احنا كنا عاملين حسابنا على 5 لكن هم 8 مشاهد، ولكن هنوصلهم ل5 برضو. عندنا خلينا نشوف كده، واكيد هعرض لكم على الشاشة. عندنا ولادة صعبة، حرب صعبة، جواز صعب، عندنا سيطرة صعبة لإيموند على فيجار، و مساعدة فيسيرس لرينيرا وأولادها وأمه في وسط مرضه، ومشهد العشاء الأخير. أعتقد ممكن نسميه العشاء الأخير، يعني هو برضو طريقة قعدته وبتاع زي لوحة العشاء الأخير، فهنسمي المشهد ده هو مشهد العشاء الأخير. و تتويج ايجون مشهد مهم برضو، ومشهد فيجار وايموند مع لوسيرس والتنين بتاعه. 8 مشاهد. هنشيل ايه يعني اعتقد ممكن نشيل. هو مشهد مهم سيطرة ايموند، ولكنها طبعا ما كانتش سيطرة كاملة، ولكن بداية عثور ايموند على تنين خاص بيه والتحول في شخصية ايموند من طفل صغير اصلا لطفل هو شاف نفسه خلاص كبير. هو باصص لنفسه على انه خلاص قدر يسيطر على اكبر تنين موجود، او يعني يعتبر اكبر تنين شفناه لغايه دلوقتي في باليريون الرعب الاسود. بيتهيألي تنين اكبر منه، ولكن يعتبر اكبر تنين موجود في الوقت الحالي واللي شفناه على الشاشه هو فيجار.
هو مشهد مهم، وبعديش طبعا شخصية ايموند اتغيرت من الطفل اللي متضايق من قرايبه اللي عمالين بيلوموه وبيتريقوا عليه علشان ما قدرش يسيطر على تنين، وهم كلهم سيطروا على تنانين وبقى ليهم تنين خاصة بيهم، وغير في شخصية ايموند 180 درجة. ولكن انا اعتقد ان انا هشيله من التصنيف الخمس مشاهد. كده فاضل مشهدين، يعني لازم نشيل مشهدين. مشاهد مهمة، خلينا نقول تاني: ولادة صعبة، حرب صعبة، جواز صعب، في سيرس وهو بيقف جنب رينيرا، العشاء الأخير، تتويج ايجون، مشهد فجار بداية رأس التنانين. اعتقد احنا يعني هنشيل مشهد الحرب. يعني مشهد الحرب مشهد حلو جدا، ولكن خلينا متفقين لو اتكلمنا بالمنطق وكل حاجة هو مشهد هندي. يعني اللي احنا بنشوفه ده بيحصل في الافلام الهندي فقط، كل الاسهم وفي الاخر ما ماتش، يعني ده بيحصل في الافلام الهندي. مشهد اسطوري ومشهد حلو وكل حاجة، ولكن يعني مش لدرجة اهم خمسة في الموسم الاول يعني. خلينا نشيل المشهد ده من القايمة. فاضل 6 مشاهد. نقول تاني: ولادة صعبة، جواز صعب، مساعدة في سيرس لبنته، والمشهد بتاع الأخ وأخوه يعني، ومشهد العشاء الأخير، تتويج ايجون، وأخيرا مشهد فجار. يعني أعتقد كتير منكم هيخالفني في الموضوع ده، ويعني لان هو مشهد جديد علينا يعني شويه في هاوس اوف ذا دراجون، وهو يعني مشهد مهم. ولكن اعتقد لا، المشهد ده ممكن اشيله من القائمه بتاعتي. في مشاهد تانية اهم يعني. مشهد فجار هشيل مشهد فجار من الليسته، بالرغم من ان هو بدايه الحرب، وبالرغم من ان هو يعني هو ده اللي هيقوم عليه الموسم الثاني بالكامل يعني. اعتقد هو بداية الموضوع هيبدأ ازاي، وايه اللي هيحصل، وايه اللي هيتم، ويا ترى الحكاية هتروح بينا لفين كمان يعني. ولكن هشيل المشهد ده. كده احنا بنتكلم على 5 مشاهد، اهم 5 مشاهد في هاوس اوف ذا دراجون الجزء الاول من وجهة نظري يعني. وان كنت تسألوني عن اهم مشهد فيهم، مشهد العشاء الاخير. بالتأكيد 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 مشهد العشاء الأخير على كافة الأصعدة يعني. مشهد درامي درامي درامي، قلب الموازين في كل اللي احنا بنعمله في 8 حلقات او في 10 حلقات، احنا ممكن نغيره لك في دقيقة واحدة بحوار واحد جد صادق من شخصية الممثل اللي عمل في سيرس، وتعاطف كل اللي حواليه. ممكن نغير كل اللي احنا بنعمله ده في مشهد واحد لمدة دقيقة ونرجع للحرب اللي كنا فيها. لا لا لا، هو المشهد ده يعني اعتقد هو ده مشهد المسلسل. ويعني كان في صناع المسلسل قالوا هيبقى في مشهد في الحلقة الثامنة، واعتقد هو المشهد ده بلا منازع يعني. خلينا نتكلم عنه. هو المشهد ده مشهد العشاء الأخير، بما فيه بقى من كل الدراما اللي حصل، بما فيه من فيسيرس والكل يعني اللي عمله، والنظرات بتاعته والسعادة المؤقتة اللي ما دامتش كتير على وشوش رينيرا وديمن واليسنت واوتو هيطور لأول مرة بنشوفه يعمل حاجة زي كده او بيضحك يعني. بيتهيألي ما ضحكش في طول المسلسل يعني. مشهد الجواز منها يعني. مشهد الجواز، خلينا نتكلم مشهد الجواز فيه كتير، وفيه ترقب كتير برضو من المشاهد المهمة. مشهد وقوف في سيرس جنب بنته واولادها، ووقوف ديمن جنب في سيرس وهو طالع على العرش، ده بالتأكيد من المشاهد المهم. التتويج والترقب اللي حصل فيه، ويا ترى ايه اللي هيحصل.
الولادة اللي هي يعتبر يعني اقصى مشهد انا شفته في المسلسل، اقصى مشهد انت بتشوف المشهد بتقشعر، مش قادر تكمل المشهد، مش قادر يعني كل اللي بتعمله انك انت بتتفاعل معاه، وممكن يعني بتبص الناحيه التانية، مش قادر من قساوه المشهد يعني. ويعني كمان بس يا ده كل اللي عندي النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى تقولوا لي ايه ترتيب يعني ايه المشاهد الخمسه الاهم بالنسبه لكم. الثمان مشاهد الاخرانيين ايه اللي كنتوا تحبوا انه يفضل، وايه اللي تحبوا ان هو يتشال والمشاهد الخمسه بالنسبه لكم، يعني ممكن تكون مشاهد اللي انا اخترتها غير المشاهد اللي انتوا مختارينها. اكتبوا لي في الكومنتات، اكتبوا لي ايه اهم 5 مشاهد انتوا بالنسبه لكم، اهم 5 مشاهد في الموسم الاول مش هيقدروا يتعوضوا بالنسبه لكم، او اللي امتعوكم بشكل وبقدر كبير في المسلسل. دي اول مره اعمل حلقه زي كده، ولكن قولوا لي لو عجبتكم الحلقه دي ممكن نعمل حاجات تانية، مسلسلات او افلام، بس اعتقد هتبقى مفيش طبعا عربي، يعني غالبا طبعا هتبقى اجنبي، مش هيبقى فيه في السلسله دي حاجه العربي. لو عجبتكم ممكن اعمل منها تاني، وقولوا لي ترشيحاتكم في الكومنتات. احاول على قد ما اقدر ان انا ابقى موجود في الفتره الجايه، اعمل حلقات بشكل مستمر وبشكل كويس وعايزين نوصل ل1000 بقى، يعني احنا خلاص 900 وحاجه و50 مشترك، عايزين نوصل ل1000. ولو الحلقه عجبتكم دوس لايك، اعملوا شير عشان الحلقه توصل تنتشر. حابب ان الحلقه دي اتعمل فيها مجهود كبير، واعتقد انها حلقه تليق بيكم كرجوع بعد مده كبيره من الانقطاع، من القطاع. وبس يعني بس يعني اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، و لايك شير. هتلاقوني على فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام، وكالعاده سلام.